عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنتكلم عن السلسله الثانيه في الكورس الخاص بالديزاين باترنز في الرياكت، واللي من خلاله هنتكلم عن الكونتينر كومبوننتس، وهنفهم مع بعض ان شاء الله يعني ايه كونتينر كومبوننتس وليه اصلا بنستخدمها. فخلينا نبدا على طول. ببساطه كده الكونتينر كومبوننتس هو كومبوننت بيبقى مسؤول عن فيتشنج الداتا ومانجنج الداتا، وان هو بيبعت بعد كده الداتا دي للشايلد كومبوننتس عشان يعرضوا الداتا دي. فتخيل انك بتشتغل على مشروع وبتخلي كل كومبوننت صغير بيجيب الداتا بنفسه، سواء بقى بتستخدم يوز ستيت ويوز افكت مع بعض، وكمان بتستخدم لايبريز زي الاكسيوس او فيتش عشان تمانج كل البروسيس بتاعت فيتشنج الداتا دي. المشكله هنا انك ممكن تكرر نفس الكود اكتر من مره لو اكتر من كومبوننت بيحتاج نفس الداتا، يعني انت هتنادي نفس الاند بوينت اكتر من مره في كل كومبوننت على حده. وهنا بقى بيجي دور الكونتينر كومبوننتس. فالفكره هنا انك بتفصل جزء الفيتشنج الداتا في كومبوننت لوحده، واللي بدوره بيبعت بقى البيانات او الداتا دي للشايلد كومبوننتس، يعني عن طريق ايه؟ انك بتباصي الداتا دي از بروبس، وتبدا تسلكت وتسبيسيفاي الداتا اللي انت بتبصيها لكل تشيلدرن على حده، بحيث ان الكود بتاعك يبقى efficient واوبتمايزد على قد ما تقدر. يعني زي ما اتفقنا كده في اللاي اوت كومبوننتس بنفصل شكل الصفحه، اللاي اوت بتاع الصفحه عن المحتوى بتاعها، عن الكونتنت بتاع الصفحه يعني. ففي الكونتينر كومبوننتس بنفصل الداتا دي جت منين عن ازاي بنعرضها يعني. فده اهميه الايه الكونتينر كومبوننتس عندنا. ف يعني مثلا مثال، لو عندك كومبوننت صغير، الكومبوننت اي تشايلد كومبوننت او اي كومبوننت صغير ما بيكونش عنده فكره البيانات دي جت منين، هو جاست بيرندر الايه الداتا اللي جايه له عن طريق البروب الايه اللي متبصله يعني. فان شاء الله في الفيديو الجاي هنشوف ازاي نطبق ده خطوه بخطوه، فخليكم معانا ان شاء الله.